السلام عليكم الناس الكل. بلي نحب نحكي في الموضوع مثير للجدل، ما كنتش نحكي فيه الحق، لكن كي شفت برشا ماخو برشا بوليميك في مواقع التواصل الاجتماعي قررت اني باش نحكي فيه. شفنا البارح في حلقة العيد الزعيم على قناة الحوار التونسي، جاب ضيف اللي هو وليد التونسي اللي أنا برشا ما شفناهوش في التلفاز، وعمل كما قلنا معناها ضجة كبيرة برشا. باش عملها الضجة هذه؟ عملها بالحقرة، عملها يقولك أنا ما كيفي حتى واحد، وأنا سمير لوسيف ما يغنيش خير مني، وأنا نطير بيه، وأنا أقوى واحد، وأنا رقم واحد في تونس، ويحكي بطريقة خايبة على الآخر، كل واحد يشد قدره خير. وأنا كي نهبط غناية ولا كليب الناس كلنا فسخها، ينجم حتى حد اكيد باش يشد معايا الريتم نتاعي، وياك ويحكي في لغه خايبه على الاخر، قلقت التوانسه. ديجا شفت برشا كومنتاريات نتاع برشا توانسه يعني متقلقين من الطريقه نتاعو. اوكي، تنجح ولا ما تنجحش، خلي العباد تقيمك، خلي الجمهور نتاعك هو اللي يقيمك، مش انت باش تحكي هكا. وخاصه يعني على فنانين تربينا بهم بالحق. معناه كي نحكيو على سمير الوافي، معناها سمير الوافي تحب ولا تكره هو ملك الفن الشعبي. معناها صوت سمير الوافي ما فماش، تحب ولا تكره سمير الوافي، محمد علي الاسمر، وبرشا فنانين اخرين ما نحبش نجبد باش ما ننساش البعض. ولذا التونسي بكل صراحه معناها تصدمنا فيك بالطريقه اللي تحكي بها، بالغرور الكبير برشا، وانا ونغني في الحاجات الفخمه، وانا معناها متسمي العبيد كذا. معناها الطريقه تنجم بالحق تقز على الاخر، تنجم تخليك تيح برشا من عين التوانسه، وما تخليكش تقدم. معناها ديجا معناها اللي ذا معناها التواضع راهو باهي وباهي على الاخر يا وليد. بالحق عيب اللي سمعناه البارح في الحصه نتاع الهدي الزعيم، وقت الطريقه العباد اللي اكيد برشا عباد تفرجت وكلها متقلقه، وباقي نقرا يعني صباح كامل في التعليقات اللي هي خايبه على الاخر. في نفس الحلقه هذه زاد جاه الدور كذلك على نور الدين الكحلي، واللي زاد ما خلى ما قال فيه، وقال له انت راجل كبير وارجع وانا خير منك، وانت معناها عملت قدام كارير وليد التونسي. نعرفه مليح نور الدين الكحليوي معناه من الاوائل في تونس في المزود، من الحق باش ما نقولوش رقم، بالحق من الاوائل معناه، ورجل محترم برشا، ورجل معناه ما نسمعوا عليه كان الحاجات الباهيه. وليد التونسي ما عجبوش كيفاش يعني نور الدين الكحليوي قال لي انا معناه من الولا في المزود، وبقى هكا يقول له ارجع ربي، راك كبير، راك راجل كبير، هكا يعاير فيه بالكبر نتاعو وتوب الربي، وكانه يعني الانسان باش يتوب الربي كانش كي يكبر. معناها راهو يا وليد الانسان اللي يتوب الربي معناها في اي مره، يعني حتى يبدا مازال صغير ينجم يتوب ويرجع الربي سبحانه وتعالى. ما نجموش نعايروا بعضنا بالكبر، وخاصه انت ماك صغير معناها ما شاء الله، زاد انت هاك حتى الكبر بدا يبان عليك. على كل نحب نقول لك راهو عيب على الاخر، ويلزمك تراجع روحك، وهكا باش تكبر في عين العباد لازمك تكون متواضع وتقدر العباد اللي اكبر منك.